بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الفيديو ده نتكلم عن أيام زمان وعفش العروسة والعريس. أيام زمان يعني كانت أعظم عروسة زمان كانت بتتجوز يعني ما ربما بثمن كيس كاراتيه دلوقتي. النهارده تعالى شوف، كانت هي كل الحكاية اللي كانت بتجيبهم وراها كانت صندوق كده خشب بجنيه وربع فاكر، وفيه هدمتين وصحنين وبس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كانش فيه أكتر من كده، ولا فستان ولا مكايير ولا بكير ولا أي شيء. كانت الحياة مرتاحة والدنيا كانت حلوة وزي الفل. أيام كانت الزير والقلة والحنفية البلدية، وكانت أيام رضا. تعالوا شوف النهاردة، تعد أكتر من 100,000 قطعة بتاخدها العروسة، والمقياس كام عربية. لا دي طلعت بكام عربية، ولا قدر الله حصل طلاق ولا بتاع، لا تاخد من العربية ولا من المحرات، هتطلع يا مولاي كما خلقتني. وتعالوا شوف النهاردة الغارمين في السجون بسبب الجوازات، عدد كبير جدا من الحريم النسوان الغارمات اللي هم معناه عليهم ديون بسبب الجواز. فنقول عفش العروسة والعريس أيام زمان. بنقول عفش العروسة والعريس أيام زمان كانت الدنيا بسيطة وفي أمان، والقلوب كانت نظيفة وفي حنان، والحموات كانت بتعمل للعروسة امتحان. تشوف سنانها ربما من غير سنان، وكانت تشوف شعرها لا تكون باروكة، وكانت تشد شعرها لا تكون باروكة، وكانت تبص في عينيها ربما تكون حوكة، وكانت تشوف بتاوتها فوق المطرحة، وكانت تشوف بتاوتها فوق المطرحة، ولازم تكون مدورة ومرحرحة، وضروري تمشي خطوتين شمال واتنين يمين، لحسن تكون مغشوشة ونصبين للعريس كمين. ولو العريس شاف العروسة تبقى العروسة تبلغ فرار، لأن لو شافها العريس ده يبقى عار. وأكيد العروسة ركبها جن يلزمها زار. والشبكة كانت عنادي من البلاستيك، والبان ذكر ومكحلة وتكتين بلاستيك. وكان يا مكان عفش العروسة أيام زمان حلة نحاس وإبريق وطشت برطمان. وكان يا مكان عفش العروسة أيام زمان حلة نحاس وإبريق وطشت برطمان، وكم جلبية بالكسر ومكحلة، وكم قميص من الستان، وكم جلبية بالكسر ومكحلة وكم قميص من الستان، وصندوق فيه هدمتين، وكم معلقة وكبشتين، وكم صحن زنك، وكم كوباية من القزاز. لزوم الضيوف والفشخرة والناس العزاز، وكانوا يجيبوا للعروسة خلخال فضة وسورة، ويجي المنجد كم لحاف ومكحلة، ينجد كم لحاف ومكحلة. والذهب ما كانش فيه أبدا ذهب، كانوا يصلوا على النبي ويلعنوا أبو لهب. والشقة كانت رواق ومبلط بطين، ويبيضوه للحزينة والحزين. وكان لازم يسألوا العروسة بنت مين، ولازم تكون مؤدبة لو حتى بنت صلاح جاهين. والعريس الفرشة من الحلف حصير. ولو غني وابن عمدة يجيبوا له سرير زي الجمل ب4 أعمدة، والحاف ومخدتين متنجدة، ولمبة جاز لزوم الإنارة نمرة 5 ونمرة 10، وجنبيها سهارة. ولا كان في كهرباء ولا بوتجاز. وكان العريس يقول للعروسة افرحي يا حنان، أسكنك في رواق بحر بدون بيبان. وليلة الفرح يلبسوه لبدة طولها نص متر، وكانوا يغنوا له يقولوا له افرح يا عتر. وكانوا يجيبوا له هدمتين وصديري وكم قميص، والبس بدكة ومحفظة علشان يهيص.
والباش بدكة ومحفظة علشان يهيص، يلبسهم ويتأنتك ويكون آخر قيافة، يلبسهم ويتأنتك ويكون آخر قيافة، وكأن الحدير راح فتح غزة ويافا. والعروسة فوق الجمل فرحانة بخيبة الأمل، والعروسة فوق الجمل فرحانة بخيبة الأمل ومش عارفة إيه المحتمل. وكان لازم العروسة تتعود تنام مع البهايم والحمير، ويعودوها على الصبر والشيء اليسير، وتحفظ كمان سر جوزها ولازم في بير، وتحترم جوزها وحماها ولو غفير، وتحترم جوزها وحماها ولو غفير. وكان ضروري من النجمة تصحى بدري، تخبز وتملى الزير، وإلا الوقت يجري. ومكياجها كانت الحنة ويا المكحلة، لا أيامها كانت فيه منكر ولا منكير، لا أيامها كان فيه منكر ولا منكير. والتلاجة كانت قلتين جنب زير، والتلاجة كانت قلتين جنب زير. والغسالة طشت نحاس من النوع الكبير، والغسالة كانت طشت نحاس من النوع الكبير. والبوتاجاز كان الكانون دخانه كان يعمل عيون. وبعد أسبوع يا خال من الشياكة والنظافة يسأل العروسة وبكل هيافة: انت حبلة يا حزينة، انت حبلة يا حزينة ولا نوديك القرافة؟ انت حبلة يا حزينة ولا نوديك القرافة؟ عايزين نشوف للحزين بنت وواد، هيكون سنده في ظهره، هيكون سند في ظهر أبوه ونسميه زياد. حتى لو جات البنية مش قضية، نفرح بيها ونسميها هنية. وخلاص كفاية من العناد، لأغلى الولاد ولد الولاد، لأغلى الولاد ولد الولاد. ممكن يا بنت تريحيني وتوعديني؟ شفتوا ايه؟ شفتوا الحكاية ازاي يا ناس كانت بسيطة؟ شفتوا الحكاية ازاي يا ناس كانت بسيطة؟ مش مهر وشقة وذهب وكلمات عبيطة، وتلاجة وبوتجاز فوقيهم ديك لهيطة، ومرمحة وشاشة عرض تتركب في حيطة، وشهر عسل في شرم الشيخ والأزاريطة. يا ريت نعيش أيام زمان كنا نحس بالأمان، ما كانش فيه أبدا طلاق، ما كانش فيه غير المحبة والوفاق. عايزين نحس بالأمان. انتوا معايا في فكرتي، خايف لكون غلطان. انتوا معايا في فكرتي، انا خايف لكون غلطان. تحياتي لكم. وده شكل عيشة العروسة والعريس زمان، وهي ابعد من كده بكثير، ولكن حبيت اختصر عشان الفيديو ما يبقاش طويل. لكن هي يعني ممكن تحكيها في شهر مثلا او تكتبها في كتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم تحيات الشاعر علي عبد الرازق صالح. تابعوني على قناتي على اليوتيوب باسم الشاعر علي عبد الرازق الدالي. ولكم مني السلام.